السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى وفيديو جديد على قناتي نكهات البيت السعيد. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله وفي صحة جيدة. والفيديو هو عبارة عن كيك بالتمر والقرقاع والقرفة ومزين بالتوفي أو لا الكراميل بالشوكولات الأبيض. واحد التخليطة لذيذة جدا، وأنا متأكدة باللي حتى الناس اللي ما كيعجبهمش التمر غادي ياكلوه وغادي يعجبهم بزاف، وحتى بالنسبه للوليدات اللي كيمشيو للمدرسه ياخذوه معهم، فهو غادي يعطيهم الطاقه. كنعرفوا جميعا الفوائد ديال الفواكه الجافه. كيجي طالع وناجح ورطب كما كتشوفوا. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقه التحضير، وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 100 غرام ديال التمر يكون غليظ مهبر كما كتشوفوا، حيت ليه العظم، وكذلك يكون رطب. 4 ديال البيضات، 100 غرام ديال القرقاع مهرمش. غادي نحتاج كاس ديال الحليب سخون، نص كاس ديال السكر، 3-4 كاس ديال الزيت، رشه فانيليا، معلقه كبيره ديال القرفه، 2 كيسان ونصف ديال الدقيق الابيض، وجوج جوج اكياس ديال الخميره الكيماويه. بالنسبه للمقادير بطبيعه الحال غادي تلقاوها في صندوق الوصف كما العاده. اول حاجه غادي نبدا بها نخويت الحليب يكون تقريبا طايب، يعني سخون جدا على التمر. غادي نخليه واحد الدقيقه ولا جوج، ومن بعد غادي نطحنه جيدا حتى يولي عباره عن بيغي، يعني رطب وكريمي. ومن بعد غادي نخليه جانبا وندوز باش نوجد الخليط ديال الكيك. اول حاجه غادي نبدا بها بطبيعه الحال هي البيض. غادي نخدمه جيدا مع السكر كنذكر نصف كاس ديال السكر. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الحلاوه يعني اكثر، فممكن يديروا حتى كاس ديال السكر. انا بالنسبه ليا جاني نص كاس هو هذاك مع التمر والكراميل اللي غادي نزين به الكيك، فجاني نص كاس يعني بارفي، ما محتاجش اكثر. ودابا غادي نخدم هذا السكر مع البيض حتى يتضاعف الحجم ديالو كيبيض ويرغوي. غادي نزيد واحد الراس معلقه صغيره ديال الفاني. انا هنايا عندي فاني بودر، يعني غبره كتكون مجهده الريحه ديالها. بالنسبه لكم الا درتو دوك الاكياس ديال السكر فاني فديروا جوج ديال الاكياس. غادي نزيد كذلك 3-4 ديال كاس الزيت،
وغادي نخلط جيدا. ونبقى كنزيد في الباقي العناصر. هنايا عندي معلقه كبيره ديال القرفه، ودابا غادي نزيد ديك لا بيغي ديال التمر والحليب، نخلط جيدا ونزيد باقي العناصر، يعني باقي لي الكركاع مهرمش. بالنسبه للدقيق الابيض فانا غادي نبقى نزيد وعيني ميزاني. بالنسبه ليا انا خدا لي 2 كيسان ديال العنبه ونصف، كذلك 2 اكياس ديال الخميره الكيماويه، واحد الرشيشه ديال الملح. بالنسبه لا تكستور او الكثافه ديال الخليط فغادي تشوفوه معايا. هذه هي الكثافه ديال الخليط. كما كتشوفوا راه كيجي ثقيل واحد شويه. انا غادي نخويه في واحد المول اللي سبق ليا ودهنته بالزيت ورشيته بالدقيق الابيض، وغادي ندخلو الفران مشعول غير من التحت، عافيه متوسطه حتى كيطيب وكيتحمر لي مزيان. يعني كما كنعرفوا الطريقه المعتاده كنشعلوا ليه من التحت حتى كيطلع، وكندخلوا فيه واحد القطيب او لاموس خصو يطلع نقي، ومن بعد كنشعلوا عليه من الفوق حتى كيتحمر واحد شويه وها هو جاهز. كنخليوه يبرد واحد شويه ومن بعد كنديموليوه اولا كنخرجوه من المول. كما كتشوفوا كيجي رطب جدا جدا هذا الكيك وناجح وطالع. بالنسبه للتزيين فانا خديت واحد كاس ديال السكر سنيده، ذوبته في كاسرونه يعني حتى داب مزيان، زدت عليه واحد الكاس ديال الماء يكون طايب حتى داب مزيان. من بعد زدت عليه 180 غرام ديال الشوكولاط الابيض، خليته حتى داب وبرد وتقال كما كتشوفوا. غادي نزين كذلك بقطع ديال الكركاع. بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري. انا جاتني يعني هذا الكراميل هذا جاني مواتي مع الكيك، وانتم كيبقى لكم الاختيار الا بغيتو تزينوا غير بالسكر كلاصي، يعني ترشوا واحد شويه ديال السكر كلاصي من الفوق. وبالنسبه للتمر انا بعض المرات يعني كنعوضها بالبنان، كيجي كذلك لذيذ جدا وكيعطي تقريبا نفس يعني الاختلاف غير في المذاق.
ودابا غادي نستمر، غادي نزين الكيك ديالي بالكراميل وحبات ديال الكركاع. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوه، انا متاكده غادي يعجبكم بزاف. يعني كيك صحي، كيعطي الطاقه، ولذيذ جدا جدا. ولا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي، ما تنساوش الاشتراك، تفعيل الجرس والضغط على زر الاعجاب، وتخليوا لي تعليق مشجع. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.